بسم الله الرحمن الرحیم. ليث الذي أتيح له الخيار من اللوح الأبيض بين أن يجد ابنه أو أن يصلح أخطاء الماضي، اختار إصلاح الماضي دون أن يعلم إن كان هناك للمدينة المبتلاة بصيص أمل أم لا. زوجته السيدة لطيفة، ولأنها رأت تشابها كبيرا بين حرارة شهاد وحرارة المدينة وما أصاب أهلها، دققت كثيرا وهي تعد الدواء للمرضى على نية الشفاء، ولكي تنزل رحمة الله على المدينة والمرضى، وبذلك يكون قد حدث ما حدث. بسم الله الرحمن الرحيم. كان يا مكان في قديم الزمان غير الله أحد ما كان. ما هذا الذي كلما تناولته أشعر بالراحة، وكأنه ماء على كبدي المشتعل؟ إنه شيء قيم من عند ليث. هو أرسل رسالة لي فيها علاج للحمى. اشرب القليل أيضا. الحمد لله، لقد عادت شهيتك للطعام اليوم وحرارتك قد انخفضت. لن أشرب بعد هذا. ابنتي، افعلي ما تستطيعين فعله. ما كل هذا الألم الغريب؟ إنه ألم غريب. أعطني تلك الملعقة. هل أنت بخير يا ولدي؟
تناولي القليل من هذا. ستتحسن بسرعة. شهاب؟ جيد أنك أتيت، سعدت بقدومك. بإذن الله انتهى، أليس كذلك؟ منذ أن حدث بينك وبين زوجي شاور ذلك الحديث وما حصل لولدك وعن القلادة، وأنا قلبي إلى اليوم لم يهدأ أبداً. قلت أحضره إلى هنا ونمتحنه. أقسم أن هذا الولد لا يستطيع التمييز بين الأشياء. إذا عرف الأشياء بشكل صحيح نكون وجدنا ابنك، وإن لم يستطع التمييز ترفعين التهمة عن زوجي شاور. أتوافقين على ما قلت؟ أجيبيني يا لطيفة أرجوك. سيدة لطيفة، هل أنت في المنزل؟ الباب مفتوح. السلام عليكم. شاور؟ ماذا تفعلون؟ لقد أصبت بالحرارة وأتيت لأخذ القليل من الدواء. قلت لك أن تبتعد عن هؤلاء الحمقى المصابين بالحمى، لكنك لم تستمع إلي حينها. والآن انظر، أنت مصاب بالحمى. قل لي ماذا ستفعل؟ الأمر في غاية الخطورة. الآن أتوسل إليك ألا تقترب إلى شهاب. أما الأمر الذي أريد التحدث به معك يا لطيفة هو أن الولد لا يستطيع أن يفرق بين الخلخال والقلادة والطوق. تقولين لي لا؟ إذن شاهدي. شهاب، ألم ترى عقدي؟ لقد ضاع مني. لا أعلم أين هو الآن. ألم تراه بني؟ ليس هنا، وضعته في لا، المنزل. كان عقدي هنا في هذا المكان بالضبط، ربما على الدرج مثلا. ابحث عنه شهاب. أمي، هو هناك. تعال. اهدئي. حسنا. ما هذا؟ تعالي، لقد وجدتهما، القلادتين الخاصتين بك. يا إلهي يا شهاب، كم مرة قلت لك عليك أن تتعلم. هذه القلادة زينة للرقبة، وهذا خلخال زينة للقدم. هل تعلمت؟
أتضور من الجوع وكأن في معدتي ضفدعة. أنا جائع. تفضل يا ولدي. رأيت؟ لا يعلم الفرق بين الخلخال والقلادة. أرجوك يا لطيفة كفي عن التهمة هذه. في هذه الأيام القليلة أصبحت عجوزة بسبب تخيل ما قلته. أعتذر. يكفي ما فعلته إلى الآن. هذا الأمر كان واضحا منذ البداية. تعالي لنذهب. إذا أردت شيئا أخبريني. هيا هيا يا أولاد، لنذهب. شاور، ابقى ليعطيك دواءك. لقد وصلتني رسالة من ليث. أراد أن تسامحه بسبب أيام الشباب. مهما حاولت لا أستطيع الكف عن التفكير، لأنك اعتبرت شهاب مذنباً في تلك الحادثة. أنا كنت هنا. لم يكن يعلم ما هو علاج شهاب. ما يعانيه زوجك ليس بسبب علاج شهاب. إذن لماذا يتوسل هكذا حتى تسامحه؟ كل تلك السنوات لم يقل شيئا ولم تسألي لما كل تلك العداوة بيننا؟ ألم تسألي لما هذا السلام البارد؟ كل مرة كنت أسأل، لم يأتي الجواب كما أريد. بيعي بيت العمة نيسا لي، حينها سأسامح زوجك. ما رأيك بهذا الكلام؟ اطلب شيئا أستطيع فعله. ذلك البيت ليس تحت تصرفي، صاحبه ليث. ألم تقولي أنه يطلب مسامحتي بأي طريقة؟ أنت حرة أكثر مما تتخيلين. على الرغم من أن ديون ليث أكثر من هذا، ولكني سأدفع حتى الرمق الأخير. لن أشتري البيت برخص. تقفين لتسترقي السمع؟ ما زلت تظنين بي السوء؟ بك أنت لا. أنا أشك بكل نساء المدينة وبلطيفة. ماذا قالت يا شاور؟ قل لي. ألم تسمعي بنفسك؟ كان الصوت ضعيفا للغاية كالهمس، لدرجة أنه لم يخرج. أيتها المغفلة، ألا تقدرين نعمة العقل؟ أعطتني دوائي وتحدثنا عن بيت العمة نيسا. هل قامت لطيفة بالكلام عن بيت العمة نيسا؟ لست متأكدا، وكأن ليث قد أرسل رسالة. خطوة فقط تفصلنا عن شراء البيت. قل لي، كيف كانت مسرحيتي مع شهاب؟ كانت رائعة، خاصة عندما رفع شهاب القلادة. ارتفعت حرارتي، ولكن بعدها شعرت. لم أشك للحظة. 4 أيام وأنا أمتحنه. ليس لديه قدرة على التفريق أبدا. لعل لطيفة تتوقف عن الاتهام. لقد وعدتني أن تقول شيئا عن كنز قارون الذي لديك. ما الذي حدث؟ سأقول لك. قصة طويلة. كنت أعلم أن نار هذا الذهب والفضة يعطي نتيجة في النهاية، ولكن الآن يا شاور يجب أن تكون مثل الدكان، جديد وجميل ومرتب أيضا. تعال. كان يجب أن يصل. إن أتى سأمشي على قدمي.
يجب عليك قبل أن تبلع الخبز والحلوى أن تستمتع بمذاقها. يبدو أن هذه القصة ليس لها خاتمة سعيدة. الأشياء التي أردتها لم تكن غريبة أو لا يمكن العثور عليها حتى. إن لم يتعرض في الطريق لأي خطر أو اعتراضات سيعود بأيدي ممتلئة. الخطر تخلصت منه دفعة واحدة. إن لم تكن كل تلك الحادثة مجرد خدعة سأحلق شاربي. لا تورط نفسك يا والدي. أين هي هذه القصة؟ وأين هو شاربك؟ أتخيل هذا القزم من دون شارب، كم سيبدو مضحكا. لماذا جلست الآن؟ تريد الهروب منها صحيح؟ الجلوس يعني أني أريد الهرب. في هذا المكان التحرك أمر ممنوع، إن جلست هكذا أو وقفت. لقد ضيقت علينا الحياة يا هابيل. هابيل هو أنا وهو قابيل. لقد ضيقت علينا الحياة يا قابيل. ماذا فعلت الآن حتى أنك لا ترفع عينك عني؟ والدي لقد وصل، قادر عاد بأيد مليئة. أنا لم أعرف حتى الآن هل أنت رجل محظوظ أم سيء الحظ. زراعة البذور تحتاج إلى وقت. أخبروا جميع الأهالي في المدينة وحتى النساء منهم. ماذا؟ ليث، ما علاقتك أنت بنسائهم؟ حسن. طالما في بدننا نحن الرجال روحا لا نترك النساء تعمل. ماذا؟ هل أنت أعمى أم ماذا؟ أين ذهبت شهامتنا؟ قالوا النساء، قلنا الرجال، المتعصبون. صدق عندما قال إن عقلكم بطول قدمكم. أين شيخ القبيلة؟ هل أنت أعمى؟ لم يخرج في هذه الشمس الحارقة. هيا لنذهب يا أخوتي. تفضل، انتظروا قليلا، يجب أن أقول شيئا قبل الذهاب. قبل أن تبدأوا بالزراعة يجب أن تزرعوا قشرتها. سترون 6 بذور في كل واحدة. رائحتها ليست جيدة، يجب أن تتحملوها. ازرعوا البذور بمكان عميق لكي لا تصل إليها مناقير الغربان. عندما تظهر البراعم الأولى على سطح التراب وترفع رأسها نحو السماء ستبتعد الغربان من رائحتها الكريهة. هيا لنذهب. انتظر، تعال. كم أنت ذكي يا ليث. حتى تنبت البذور فوق سطح الأرض سيقتل نصفهم الجفاف وبعدها سيهربون. وجعي هو إذا هربت وتحررت من يد شيطان مثلك في طرفة عين. عندها سوف أحلق مثل العنقاء من بينكم جميعا. لتغسل فمك يا ليث. لما بشري مثلك محتال سيء الرائحة يذكر اسم العنقاء على لسانه؟ رجل ملعون مثلك له الحق ألا يعرف الوفاء بالعهد والمساعدة لأهل جنسه حتى. أيها العطار، لما جلست بلا عمل؟ العمل كثير والقوة العاملة قليلة. تعال. سنأتي حسنا. جاهان، هل تحسنت؟ لطيفة، أحمل خبرا جيدا لك. أحمله هنا في بطني. أنا حامل. مبارك لك هذا الحمل. كيف عرفتِ؟ انتظرت كثيرا
ولم يأتي. مر كل ذلك الوقت حتى أخذت روح زوجي مني، والآن أراد القدوم إلى الحياة. جاهان، أنا سألتك كيف عرفتِ؟ في يوم لم أكن على ما يرام، معدتي تؤلمني والأرض تدور من حولي. عندما كانت نورا حامل في نيجين كان لديها هذا الإحساس نفسه. ذهبت إليها قبل أن آتي إليك. هل لديك في المنزل تفاحة حمراء؟ أتوحم عليها منذ الصباح وأنا أبحث في السوق عنه ولم أجد. معروف أن التفاح دواء ل100 مرض، فكيف يكون لهذا العزيز القادم؟ شكراً. تلك المرأة سيئة، بدلاً من أن تقول كلاماً طيباً لي قالت كلاماً سيئاً جداً. قالت نورا لا يمكن تربيته دون والد. اسمحي لي أن أقيس نبضك، أخاف أن تكوني ابتليتِ بالمرض. قمت بقياسه 100 مرة. هناك نبضين، أنا متأكدة. أظن لديك حرارة حمراء، حالتك ليست جيدة. أنا بخير، لم أكن سعيدة هكذا من قبل أبداً. أعتقد أنه ولد بسبب النار التي اشتعلت في جسدي. لطيفة، هل كنت كذلك عندما كنت حاملاً بلطف علي؟ افتحي فمك جاهان، هذا سيعيد القوة إلى جسدك. جاهان، إنه جيد لك ولهذا الطفل البريء. من الغريب أنك لم تعودي إلى حب كنوز الدنيا يا جاهان. جاهان، فلتمرض. كم مرة قلت لك ألا تناديني باسمي أيها الصغير؟ صائب، احذر أن توقع القوارير. هل أنت بخير؟ لا تقلقي، بخير. إن ولدي يحب أمه كثيراً. صائب، هل تعتقد أنه سيأتيك أخت أم أخ؟ من الغريب أنك لم تعودي إلى حب كنوز الدنيا يا جاهان. رجاءً. أخت، لتكن أخت. أختي 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 ستكون تاجاً على رأسي. أختي 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 تاجاً على رأسي. أختي 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 تاجاً على رأسي. أختي 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 تاجاً على رأسي. أختي أختي أختي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. لو لم أدفنك بيدي لما كنت لأصدق أبداً أن هذه التلة من التراب هي أنت يا سمسم. لم تذهب من ذهني عادة سماع صوتك أبداً. قل شيئاً، اذكر اسمي، اصرخ في وجهي إن أردت.
لتكن أخلاقك صعبة. افعل ما تريد معي، لقد ضاقت علي الحياة من دونك. لم آتي لكي أغضب وأنوح مثل الأرامل فوق قبور أزواجهن، لا، أتيت بقلب مليء. من المؤسف أنك عجول في الذهاب يا سمسم. أتيت لأقدم بشارتي، وقد حصل ما يجب أن يحصل. ذكرى تنبض منك أحملها بداخلي كروحي، فليكن قدومه مباركا. لو لم آتي مع الناس في وقت الحزن والنواح لكنت قد صرخت من سعادتي ووصل صوتي إلى خيام البرابرة المتوحشين الذين هربت من حضنهم الملطخ بالدم والغضب ولجأت إليك. هل تذكر؟ أبي حرم الحب على بناته، وهذا المنع أشعل في قلبي النار وجعلني أحبك وأتعلق بك. لقد كنت مختلفاً عن كل قبيلتي يا سمسم، لهذا أحببتك وتعلقت بك. ضحكك العالي حين تفرح، وأشياؤك المفرحة، وتحررك من الدنيا. محبتك لبيتك حين تتحدث عن زوجتك تلمع عينك. لم أعد أراك بأم عيني، عندما رأيتك عرفت أنني وجدت مفتاح نجاتي. لولا محبتك لما تجرأت على الهرب من عشيرتي. لم يبقى لي سواك في هذه الدنيا أحيا لأجله أبدا يا سمسم. لقد تعبت من كل هذا الأمر والنهي، تعبت من النوم في الكهوف والسرادين. أريد حياة طبيعية مثل كل الناس. كل ما فعلته كان جيداً، على الرغم من أنه أوصلني إلى العجز، ولكن مهما كان أفضل من الحياة بين البرابرة المتوحشين. من الجيد يا سمسم أنك لست وحيداً، وأنا كذلك أيضاً. الآن أيها الميت لم أعد أخاف، فقريباً جداً سيكون لدي ولد وهو جزء منك، ويقول في كل فتنة سأكتب قدري من جديد. رغم أن الطريق مليء بالخوف، لكن الذهاب من مكاننا إلى الحبيب سهل إن عرفنا المنازل. السلام على فلذة كبدي، على أمل الدائم الذي هو نور ليالي وحدتي. السلام على لطيفة حيث لا أملك أمنية الآن سوى أن أرى عينيك يا حبيبتي. محبوبتي الحزينة، طوبى لذلك الخط والورقة التي ينظر إليها المحبوب وهي بين يديه وسابقا كانت معي.
طوبى للرسالة التي هي الآن بين أصابعها وتلمس يديها وأنا بعيد عنها. الآن وأنت تقرأين هذه الرسالة سأقول لك: مبارك عليك ثوب العزاء الذي لم أكن لأتمنى أن تلبسيه مجددا، ولكني قد أضيف غياب الزوج على جبين قدرك. فقد جلس عفريت الكتف على ظهري، وهناك من هم متعطشون لإراقة دمي، وليس مني أي أمل ولها أعتذر منك. سأترك هذه الدنيا بوجه أسود لأنني لم أجد أثرا لولدك ولم أقدر على هذا العالم. قومي بإنجاد الجيران واطلبي منهم أن يسامحوني. إذا جاء يوم والتقيت بولدك عليك أن تعلمي أن إرثه أي اللوح الأبيض موجود ومدفون قرب السيدة نيسا. واقرأي على مسامعه ألا يرتكب خطأ أبيه أبدا عندما يقرر بأن يستخدم اللوح. النجاة من وحش مثل عفريت الكتف هو بالتأكيد أمر مستحيل. الوقت ضيق جدا علي عزيزتي. أحبك يا جوهرتي. في أمان الله وحفظه. على أمل اللقاء. ليث عطار. خذوا حذركم. ضعيه مكان. كف عن الحركة. ليث، ما؟ سلمت يداك يا حشمت. عطار، أنا لا أعرف ما الفرق بين اليوم وبين الغد. كأنك تقول إن اليوم هو نهاية تواجد الغربان. لقد مر شهر يا شيخ القبيلة. مر شهر على ما فعلنا.
واليوم ستظهر النباتات على سطح التربة، ومع وصول الغربان سنرى بأم أعيننا كيف أنهم سيتركون الأرض وهم منهكين. انتظر وانظر. عجيب، غريب، يبدو أن العطار كان محقا. الغربان تظهر يا ليث. أجل إنه محق، كأنك أنقذت نفسك يا ليث. على ماذا كان شرطنا؟ على شاربك يا حشمت، صحيح؟ وأنا ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ لا أصدق. كأنك سلمت رأسك للموت يا ليث. لا أصدق. هذا الرباط عظيمة. أنت كاذب كاذب. لا يستطيع الأطباء مواجهة هكذا زال أمر، عني ولكن تلك الألم المرأة قامت لولا بمعجزة. روح لطيفة شفيت موجودة تماما من لكانت ذلك. المدينة كلها في المقبرة. منذ أن تناولت دواء زال عني الألم والتعب وذهب. الحمد لله أن علاج المرض قد ظهر. يجب أن نحتفل بهذا الأمر. قلت تراجع. ألا تسمع؟ تراجع. لقد أنقذتني وأخفضت الحرارة في جسدي، ولكن هذا الشعير يزعجني كثيرا. ماذا تفعل؟ على مهلك قليلا. ماذا أفعل وما زلت متعبا إلى الآن؟ ستتحسن، لا تقلق. بمساعدة ليث سوف نحاول أن نجد العلاج. اعتقدت إذا زالت الحرارة سينتهي كل شيء، وزالت الحرارة، ولكن أصبحنا مثل الجيش المهزوم، كل يوم أسوأ من يوم. شخص أصبح أطرش، وآخر أصيب بحكة في الجلد، وأنا ابتليت بالشعير. ما الحكمة من ذلك؟ أنا أعلم. إن لم نستطع أن نجد منشأ هذا المرض سنبقى على حالنا. لقد وجدنا حلاً لخفض الحرارة، ولكن هناك أعراض ملازمة للحمى ليس لها علاج واضح. ولكنني مهما أكلت لا أشبع. فكي وفمي يؤلمانني كثيرا عند المضغ، ولم أستفد شيئا. لا أعرف ما هو علاج ألمك، لكن أنصحك بأكل الطعام الدافئ. هناك 1000 علة في جسدك بسبب الحمى. أتستطيع تناول هذه الحبوب؟ لا. قم بطحنها مثل حبات القهوة. طعمها مر وحلو وحامض، يسمونها الحليلة. خذ ملعقة مع لبن البعير قبل طلوع الشمس، وحاول ألا تغير زمانه ومقداره. جزاك الله خيرا. تعلم ماذا يشبه هذا الطعام؟ صائب، لا تسمح لأحد بالدخول يا ولدي. حسناً. يشبه لحم الجمل منقوع بالزنجبيل. أمي؟ نعم يا ابنتي حبيبتي. أنا جائعة، متى نعود للمنزل؟ وأنا أيضا، الضفادع في معدتي. حفظك الله يا ابنتي. هذا لا يجوز يا نورة، أنت تعملين منذ الصباح. اذهبي وارتاحي قليلا. صائب، أعطي هذه الزجاجات للمرضى الذين ينتظرون. أبيع كل زجاجة بقطعتي نقود. قطعة واحدة. إن كان يستطيع الدفع فليدفع قطعة واحدة. نجين تعالي. هيا ابنتي. تفضل. سيكون بالدور، تراجعوا.
أعطني واحدة. أعطني واحدة. أعطني واحدة أرجوك. إنه الدواء. واحدة فقط. أحتاج واحدة. وأنا أريد واحدة. أنا في حاجة إليه. فوالدي مريض. أريد ذلك الدواء. ما بك يا نورة؟ شاور ليس بخير. بعد أن عالجت حرارته ظهر ألم جديد في روحي، لكن مرضه يختلف عن هؤلاء. في القديم كان يضرب ويشتم، الآن قد فقد الحياء ويقوم بكل شيء. يذهب باكراً ويعود متأخراً، يكذب ويحتال، حيلاً صغيرة وأحياناً كبيرة. إن استمر في ذلك سأفقد صبري صدقيني. إن كان ما تقولينه صحيحاً فحياتك هي الآن مثل السابق. هو يحبك، لابد أنه منشغل في عمله. إن لم تري شيئاً بعينك لا تقلقي هكذا. أنا أعرف زوجي أكثر من أي أحد. لو أنه لا يقوم بشيء مريب قلبي لا يضطرب هكذا أبداً. رجل لا يعود في الليل إلى بيته في أي مكان هو وأنا لا أعرف عنه شيئاً. هيا قول. كل زجاجة بقطعة واحدة. أعطي للنساء مقابل قطعة يا الله يا صائب. لا، هي قلم الحق يقال إن ابن المتسول مثل أبيه، أخذ كل صفات أبيه، بطنه لا تشبع. إنه نسخة مصغرة عن أبيه. لن أعطيك الدواء حتى تعطيني قطعتين. تفضلي. شكرا. أهلا وسهلا. ما أخبار توائم جهان الستة؟ المسكينة لقد زال عقلها بشكل كامل. من الأفضل أن تعلم أن حالتها سيئة بسبب المرض وليس بسبب أطفالها. يا الله، المسكينة جهان. مثل ما كان، حادة وقاطعة. شكرا جزيلا لك. هذا جيد. تفضل. حسنا، شكرا. عوضك الله. تعال وألقي نظرة على ما أملك وقل لي قيمته. إنه مهم. وكيف تسأل وعيناك الآن هما الشاهد؟ المعذرة يا أميرة، نوعه جيد أليس كذلك؟ خشبه من النوع الجيد. إذا فتشت السماوات السبع لن تجد نظيرا له. إنه قديم، ولكن لا تنظر إلى عمره. لم ينم بداخله أي رضيع. لقد بقي في زاوية وغطاه الغبار. كنت أعتني به كروحي حتى الآن. أشتريها ب10 قطع. لا تفاصليني بطبعك الأنثوي، فلقد أذت الشمس رأسي. إلى أين؟ أنا لا أبيع لشخص لا يعرف قيمة ما اصبري، أملك. ما الذي حدث؟ هيا دعينا نتفاوض قليلا. اسمع يا شاور، لم تلغي البيع هكذا. ماذا تفعل؟ تعالي معي. اذهب إلى عملك. إذا كنت تحتاجين الفضة والذهب فقولي لي قبل أن تشعلي النار بما تملكين. لقد وصلت بسوء الحظ لدرجة أن أمد يد الحاجة أمامك يا شاور. أخبرني ما الذي حدث؟ هل نسيت لمعان المال؟ رأيت يومك فنسيت ماضيك؟ أنا لم أنسى. دكان جيدة. من الجيد أنك وصلت للرفعة. هل تعلم يا شاور؟ عندما أراك ينتابني الضحك. كيف قفزت وسط قدر الحليم ووصلت من صدقة البرابر إلى هذا الحال من المعيشة.
كل ما رأيته من خير هو بسبب أنني لم أكشف جرائمك. ألا يهمك هذا؟ ألا تستحق هذه الدكان أن تضعي شرفك جانباً؟ إذا كنت مضطراً ومديوناً فأغلق فم زوجتك، لأن تعليقاتها واستهزاءها لا ينتهيان. المال والسلطة يحتاجان لشخصية محترمة، وزوجتك ابنة متسول. ما العيب في ذلك؟ المهم أنها من أشراف العشيرة. المهم هي الأصالة، ولم يكتب عليها أن تهرب أو تصاب بالوهم بسبب عدم الإنجاب مثل بعض الناس. لقد أعد زوجك لنفسه وضعاً جيداً. حين كان فقيراً لم تكن فتيات المدينة في مأمن منه، فكيف إذا كانت جيبه ممتلئة بالمال مثل الآن؟ وقد شذب وجهه أيضاً.